راح اعلمك اقوى سحر بالخاتم، كيف تخلي الخاتم باصبعتك بعد ما تسحبه يرجع لقرنته بهذا الشكل. الحركة الرابعة، قبل ما نروح للشرح لا تنسى انك تحط لايك لهذا الفيديو وتكتب لي بالكومنتات شو السحر اللي حابب تتعلمه، واكيد تتابعني. الحركة خرافية جدا، انك تاخذ الخاتم تخليه باصبعتك بعدين تسحبه ويرجع لاصبعتك مثل ما انتم شفتوه. اول شيء كل يلي عليك تساوي انك تجيب اي خاتم بدك اياه، تمام، كبير او صغير ما في عندك اي مشكله، تخلي الخاتم بهذا الاصبع وتبلش بهذا الشكل. هيك لازم تكون شكل ايدك، مو هيك او هيك، هيك لازم تكون شكل ايدك، اوكي. بالثانيه اللي انت بدك تاخذ فيها الخاتم مثل ما هلا انتم شفتوا، انا ما اخذت الخاتم فعليا، الخاتم لساته هون وايدي فاضيه، اوكي. حطينا الخاتم، بنرجع من اول وجديد. حطيت ايدي بدي اسحب الخاتم، فبنزل الاصبع اللي فيها الخاتم وبرفع هاي الاصبع، يعني برفع هاي الاصبع، تمام. لا هي اوكي يا اخوان، هاي الاصبع وانا عم باخذ الخاتم بنزل